شنو غتكون ردة الفعل ديالك الا قلت لك بلي تقدر تشوف وتدوي مع الناس اللي ماتوا ليك، تعلقهم، تلعب معهم وتحتفل معهم؟ يكفي انك دير هاد التقنيه وتدخل لهذا العالم. هادشي بالضبط اللي طرا لهاد السيده الكوريه اللي مات لها بنتها وما صبراتش على فراقها، واقترحت عليها واحد الشركه تجرب التقنيه ديالها باش تقدر تشوف بنتها الميته وتحس بها بحال مازال حيه. كاين الموت اللي هي الحاجه الوحيده اللي مهما وصلت الثروه ديالك ما تقدر تشراها، هي المصير ديال اي واحد فينا، ومهما عشتي غادي تموت. وكاين انت اللي سيرمو مجرب المراره ديال الموت ديال باك، امك، خوتك، ولا شي واحد من صحابك ولا عائلتك. يمكن جا الاجل ديالهم وماتوا موته عاديه، يمكن ماتوا بسكته قلبيه ولا باكسيدون. ما كرهتي تشوفهم غير مره واحده وتدوي معاهم وتجلس معاهم. فاش كيموت الراجل كنقولوا على مرته ارمله، وفاش كتموت المراه كنقولوا على راجلها ارمل، وفاش كيموت الشخص والديه كنقولوا عليه يتيم. ولكن شنو كنقولوا للام اللي كيموت لها ولدها ولا بنتها؟ ما كاين حتى شي كلمه في اللغه الانجليزيه ولا اللغه العربيه اللي كتوصف هاد السيتوياسيون، حيت ما كاين حتى شي مصطلح يقدر يوصف هاد الاحساس. وهذا الشيء بالضبط اللي طرا لهاد السيده. نايون هي بنت كوريا غتموت باللوكيميا ولا سرطان الدم في 2016. من بعد الموت ديالها ماماها ما قدرات تصبر على فراقها ودارت واحد البلوغ باش تحتفظ على الذاكره ديالها حيه. تانك وتقاد الذكريات ديالها مع بنتها، وبقات كتلوح تصاورها باش تخليها بحال حيه معاها. بنادم بقى كيقول لها بلا صافي خاصك تنساي يو شود جيت اوفر يور لوست، ولكن هي كان حاس بها غير الله، خصوصا ان الموت ديال بنتها كان على غفله وما خلاش ليها الوقت فين تتبع منها، وما كرهاش تبقى تشوفها ولو في الاحلام ديالها. 뭐 손을 흔들고 어떤 미친 여자가 하늘에 손 흔들고 있을 저예요. البلوغ ديال الام انتشر بالزربه، والقصه ديالها تشهرات في كوريا كامله، وتما قرات واحد الشركه ديال الانتاج سميتها مون وولك تعرض على الام واحد الحاجه عمرها ما شافتها وعمرها ما دارت، واحد الطريقه اللي غتخليها تشوف وتدوي مع بنتها بحال الا حيه. باش يحولوا الحلم ديال الام للحقيقه، مونتال تعاونات مع واحد الشركه ديال الفي ار سميتها فيف ستوديو، واللي ربحات مؤخرا في واحد المسابقه سميتها في ار فيست في لاس فيغاس. الرئيس التنفيذي ديال فيف ستوديو عجبو البروجي وقال بلي هذا مثال زوين باش نبينوا للناس كيفاش ان الفيرتشوال رياليتي مرتبطه بالانسان، وباللي هذه حاجه زوينه بزاف. 되게 차가운 거라고 생각을 하는데 그게 아니고 이 기술들이 사람을 위해서 사용이 됐을 때 정말 사람의 마음을 위로하고 그 마음을 따뜻하게 만들 수 있을까라는 취지에서 저희가 프로젝트 참여를 결정했었던 부분이고요. الخدمه بدات، واول حاجه داروها هي يبدوا الفيديوهات والتصاور القدام ديال نايون، بداو يخرجوا منهم لي زانفورماسيون، التعبيرات والحركات ديال الجسم ديالها، وداروا دي انترفيو مع عائلتها باش يتعرفوا عليها اكثر. قبل الموت ديالها المصممين خداو المظهر ديال نايون بادق التفاصيل، وداروا سكانير لواحد البنت من نفس العمر والحجم ديالها، واستخدموا ممثله متخصصه في الانيميشن باش يديروا الحركات ديال نايون. كلشي هو هذاك، بقات حاجه وحده اللي هي الصوت. كيفاش غيقلدوا الذبذبات والنبره ديال الصوت ديال نايون؟ حاجه ماشي سهله، ولكن ماشي صعيبه على الذكاء الاصطناعي. واحد الشركه سميتها نيو سبين عندها تقنيه ديال الذكاء الاصطناعي اللي كتعرف بها على الاصوات، ولكن باش نستخدموا هذه التقنيه خاصنا بزاف ديال التسجيلات اللي غنستخدموها كاساس باش نقلدوا الصوت ديال نايون. ولكن بحكم ان عدد التسجيلات كان قليل بزاف، جابوا 5 ديال الدراري الصغار عندهم صوت كيشبه الصوت ديال نايون، وخدموا مع ممثلين صوتيين وخرجوا الاصوات اللي عندهم اوجه التشابه مع نايون. باش يكون داكشي بيرفكت جابوا اللبسه اللي كانت كتعجب نايون وداروا ليها تصميم 3D وخلوها كتشبه اللبسه الحقيقيه ديالها، وصوروا الحديقه المفضله ديالها وحتى الالعاب اللي كانت كتلعب بهم باش يمكن لهم باش تستعمل لي غون اللي غيعطيوها تفاعل مع هاد الحوايج كاملين وتقدر تقيسهم وتحس بهم. من بعد 8 شهور التيم اللي كان مكون 15 شخص من الشركه ديال فيف ستوديو غيسالي الخدمه. واخيرا جان تقدر دير البي ار كاسك وتلبس لي غون اللي كيخدموا باللمس في الاستوديو ديال ام بي سي، وتلاقى بنتها الميته في العالم الافتراضي.
엄마 어디 있었어? 엄마 항상 엄마 내 생각했어? 맨날 나는 해. 엄마 많이 보고 싶었어. بالمساعدة ديال الواقع الافتراضي كملات جان التجربة ديالها واحتفلات مع بنتها بعيد ميلادها في الحديقة المفضلة ديالها. حتى خوت نايون كانوا حاضرين لهاد التجربة والأب حتى هو، وما قدرش يحبس البكية ديالو وكان باين عليه التأثر. في الاخر حيدات جان الكاس ديال الواقع الافتراضي وكانت حالتها باين عليها التأثر وما قدراتش تحبس دموعها. من بعد ما تثبت البرنامج جان تاغ نشرت هاد التجربة في البلوغ ديالها وقالت باللي نايون ما ابتسماتش في احلامي نايون كان ديما كتشوف فيا وهي مقلقه. ربما هادشي بسبب الشعور ديالي بالذنب، كنت فرحانه بزاف نشوف نايون مره اخرى كتعيط لي وهي كتضحك، هذا كان حلم. وزادت كتبات ان باغا تعيش مع ولادها اللي مازالين حيين في سعاده في بلاصه ما تبقى في حداد باش من يتلاقى مع نايون ما تكونش مقلقه عليها. الا كنتو باغيين تشوفوا الفيرسيون كامله ديال الدوكيومونتير غنخليها لكم في الديسكريبسيون لتحت تقدروا تدخلوا تشوفوها. وفاش تلاح الدوكيومونتير انتشر بزاف وجاب اكثر من 33 مليون مشاهده، ولكن خلق جدل اخلاقي كبير. كيفاش صوروا داكشي وسوقوه واستغلوا الحزن ديال الام باش يديروا هاد التجربه ويربحوا موراها الفلوس. ولكن او ميم طون كانوا بزاف لي كومونتير اللي كيبينوا على الفرحه ديالهم والتاثر ديالهم بهاد الدوكيومونتير. صراحه انا كيبان لي الحاجه الوحيده المهمه هو كيفاش قدروا يخليو هاد الام فرحانه. ما عرفتش واش شي واحد يقدر يشوف هاد الدوكيومونتير بلا ما يتاثر، خصوصا في اللقطه فاش الام غتبغي تعانق بنتها ولكن ما تقدرش. مور هاد التجربه الناجحه ما وقفوش هنا وزادوا تجربه اخرى مع واحد الراجل اللي بغى يشوف مرته الميته. 채야, 오빠 Sunlight dances up the leaves, birds of red call up the trees, flowers filled with buzzing bees, in the places we won't walk. Neon lights shine bold and bright, buildings glow in dizzying heights, people come alive at night, in places we won't walk. Children cry and laugh and play.